قدرت اعرف لك مين سرق الخواريف من زريبه. مين؟ مخرس. انت عم تحكي على ابن عمك لخالد؟ ايه بس عم اقول لك الحقيقه يا معلم. لك بتعرفش عم تحكي؟ وبايدي الدليل. السلام عليكم. عرفانك رح تجي. بس هيك هدول فك فيهم دقيقتك وشوف حاجتك على العيد. رجع المصاري لعبك، رجعهم. اعتبرهم دين. لا دين ولا ارضى. رجع المصاري لعبك، واذا عندك كلام تاني قوله، شحني عما اسمع. لك طالما ما عم تقبل مني لا ديني ولا ارضك، ليش لا تمد ايدك وتاخذ 15 راس غنم من الزريبه ومن ورا ظهري؟ انا اخذت شقفه من حقي. ايوه من حقك. معلوم حقي. وهيك بدون لا احم ولا دستور؟ هلا ان شاء الله مفكرني اني رح ضل تحت رحمتك لحتى تعطيني حقي من الامانه لك عمار؟ ايوه معناتها رجعنا لنفس الديباجه. يا سيدي نحن لسه ما بدينا بالديباجه، الله وكيلك لسه ما بدينا فيها. اسمع لك ابن عمي، انا قلت لك ورح ارد لك اياها مره ثانيه. الامانه موجوده بالحفظ والصون وماني ماسكها لا عنك ولا عن غيرك. عندك علامه؟ هاتها وخذ الامانه. هلا ان شاء الله مفكرني اني انا مصدق شغله الزبديه. ولك انا هذا كل الكلام ما دخل عقلي بنوب ولا خرط مشطي. انا كل شي بعرفه انه ابي ترك عندك خابيت ذهب قبل ما يموت. بس هي شغله الزبديه الصيني على الزبديه الهندي، يعني ما بتفوت بعقلك عمار، لعاب غيرها الله يرضى عليك. يظهر ما رح نتفاهم يا مخلص. قول لحالك الحكي. لك ابن عمي من امنك لا تخونه ولو كنت خوان، ولا بدك يعني اعطيك شيء مو من حقي يتصرف فيه. لك أخي قول إنك تصرفت بالأمانة وصار عندك من قفاها مالكانات وبيوت وأراضي ودكاكين، ولك مو أحسن ما تلحش لي كلام من فوق الأساطيح؟ لك ابن عمي بدك بشو أحلف لك إني ماني فاتح الخابي ولا إني متصرف بقرش واحد منها. والله أنا متمني صدقك. ليش لحتى ما تصدقني؟ اسمعني يرضى عليك، يا أما بتعطيني الأمانة بالتي هي أحسن